أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن نعم الله عظيمة وآلاءه جسيمة، وأعظم النعم قدرا وأجلها منزلة نعمة الإسلام التي من الله بها علينا وخصنا بها. ومع الغزو الإعلامي المكثف وليونة الدين في القلوب، ظهر على ألسنة البعض أمر خطير ومنكر كبير، هو سب الله عز وجل أو الدين أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. وفي هذه الكلمة بيان لعظم الأمر وخطورته، حتى ننصح من نراه يفعل ذلك ونعلمه مواطن الخير وندله على طريق التوبة. أخي المسلم، الإيمان بالله مبني على التعظيم والإجلال للرب عز وجل، ولا شك أن سب الله تعالى والاستهزاء به يناقض هذا التعظيم. قال ابن القيم: وروح العبادة هو الإجلال والمحبة، فإذا تخلى أحدهما عن الآخر فسدت، فإذا اقترن بهذين الثناء على المحبوب المعظم فذلك حقيقة الحمد، والله أعلم. والسب كما عرفه ابن تيمية هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف، وهو ما يفهم منه السب في عقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم كاللعن والتقبيح ونحوه. ولا ريب أن سب الله عز وجل يعد أقبح وأشنع أنواع المكفرات القولية، وإذا كان الاستهزاء بالله كفرا سواء استحله أم لم يستحله فإن السب كفر من باب أولى. يقول ابن تيمية: إن سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم كفر ظاهرا وباطنا، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا أو كان ذاهلا عن اعتقاده. وقال إسحاق بن راهوية: قد أجمع المسلمون أن من سب الله تبارك وتعالى أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كافر بذلك، وإن كان مقرا بما أنزل الله. وقال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فرق الله عز وجل في الآية بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين والمؤمنات، فجعل على هذا أنه قد احتمل بهتانا وإثما مبينا، وجعل على ذلك اللعنة في الدنيا والآخرة وأعد له العذاب المهين. ومعلوم أن أذى المؤمنين قد يكون من كبائر الإثم وفيه الجلد، وليس فوق ذلك إلا الكفر والقتل. قال القاضي عياض: لا خلاف أن ساب الله تعالى من المسلمين كافر حلال الدم. وقال الإمام أحمد في رواية عن عبد الله في رجل قال لرجل: يا ابن كذا وكذا، أعني أنت ومن خلقك، هذا مرتد عن الإسلام تضرب عنقه. وقال ابن قدامة: من سب الله تعالى كفر سواء كان مازحا أو جادا. سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز السؤال التالي: ما حكم سب الدين أو الرب؟ وهل من سب الدين يعتبر كافرا أو مرتدا؟ وما هي العقوبة المقررة عليه في الدين الإسلامي الحنيف، حتى نكون على بينة من أمر شرائع الدين، وهذه الظاهرة منتشرة بين بعض الناس في بلادنا، أفيدونا أفادكم الله. فأجاب رحمه الله: سب الدين من أعظم الكبائر ومن أعظم المنكرات، وهكذا سب الرب عز وجل، وهذان الأمران من أعظم نواقض الإسلام ومن أسباب الردة عن الدين. فإذا كان من سب الرب سبحانه أو سب الدين ينتسب للإسلام فإنه يكون مرتدا بذلك عن الإسلام ويكون كافرا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل من جهة ولي أمر البلد بواسطة المحكمة الشرعية. وقال بعض أهل العلم: إنه لا يستتاب بل يقتل، لأن جريمته عظيمة، ولكن الأرجح أن يستتاب لعل الله تعالى يمن عليه بالهداية فيلزم الحق. والمقصود بالاستتابة أن يطلب منه أن يحدث توبة، ولكن ينبغي أن يعزر بالجلد والسجن حتى لا يعود لمثل هذه الجريمة العظيمة. وهكذا لو سب القرآن أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب غيره من الأنبياء فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فإن سب الدين أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب الرب عز وجل من نواقض الإسلام. وهكذا الاستهزاء بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم
أو بالجنة أو بالنار أو بأوامر الله تعالى كالصلاة والزكاة، فالاستهزاء بشيء من هذه الأمور يعد من نواقض الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، نسأل الله العافية. وسئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين السؤال التالي: ما حكم الشرع في رجل سب الدين في حالة غضب؟ هل عليه كفارة؟ وما شرط التوبة من هذا العمل؟ حيث أني سمعت من أهل العلم يقولون بأنك خرجت عن الإسلام في قولك هذا، ويقولون بأن زوجتك حرمت عليك. فأجاب فضيلته: الحكم في من سب الدين الإسلامي أنه يكفر، فإن سب الدين والاستهزاء به ردة عن الإسلام وكفر بالله عز وجل وبدينه. وقد حكى الله تبارك وتعالى عن قوم استهزأوا بدين الإسلام، حكى الله عنهم أنهم كانوا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، فبين الله عز وجل أن خوضهم هذا ولعبهم استهزاء بالله وآياته ورسوله، وأنهم كفروا به، فقال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بدين الله أو سب دين الله أو سب الله ورسوله أو الاستهزاء بهما كفر مخرج عن الملة. واحذر أخي المسلم، احذر من مجالسة هؤلاء القوم حتى لا يصيبك إثم وتحل بدارك العقوبة. سئل الشيخ محمد بن عثيمين السؤال التالي: هل يجوز البقاء لي بين قوم يسبون الله عز وجل؟ فأجاب رحمه الله: لا يجوز البقاء بين قوم يسبون الله عز وجل، لقوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ما حكم سب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ للرسول عليه الصلاة والسلام منزلة عظيمة في نفوس أهل الإيمان، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ونحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم كما أمر، محبة لا تخرجه إلى الإطراء أو إقامة البدع التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنها وحذر منها، بل له المكانة السامية والمنزلة الرفيعة، نطيعه فيما أمر ونجتنب ما نهى عنه وزجر. ولنحذر من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك من نواقض الإيمان التي توجب الكفر ظاهرا وباطنا، سواء استحل ذلك فاعله أو لم يستحله. يقول ابن تيمية: إن سب الله تعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم كفر ظاهرا وباطنا، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاده. والأمر في ذلك يصل إلى حتى مجرد لمز النبي صلى الله عليه وسلم في حكم أو غيره، كما قال رحمه الله: فثبت أن كل من لمز النبي صلى الله عليه وسلم في حكمه أو قسمه فإنه يجب قتله، كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته. فاحذر أخي المسلم، احذر من هذا المزلق الخطر والطريق السيء، وتجنب ما يغضب الله عز وجل. وما حكم سب الصحابة؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم رفقاء دعوته الذين أثنى الله عز وجل عليهم في مواضع كثيرة من القرآن. قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ومن سبهم بعد هذه الآيات فهو مكذب بالقرآن، والواجب نحوهم محبتهم والترضي عنهم والدفاع عنهم ورد من تعرض لأعراضهم، ولا شك أن حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، وقد أجمع العلماء على عدالتهم. أما التعرض لهم وسبهم وازدراؤهم فقد قال ابن تيمية: إن كان مستحلا لسب الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهو كافر. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بقوله: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والحديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدا أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري. وسئل الإمام أحمد
سئل عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فقال ما أراه على الإسلام. وقال الإمام مالك رحمه الله من شتم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص فإن قال كانوا على ضلال وكفر قتل. قال بعض العلماء فمن سبهم فقد خالف ما أمر الله تعالى به من إكرامهم، ومن اعتقد السوء فيهم كلهم أو جمهورهم فقد كذب الله تعالى فيما أخبر من كمالهم ومن فضلهم، ومكذبه كافر. أما من قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فإنه كذاب بالقرآن الذي يشهد ببراءتها، فتكذيبه كفر، والوقيعة فيها تكذيب له. ثم إنها رضي الله تعالى عنها فراش النبي صلى الله عليه وسلم، والوقيعة فيها تنقيص للنبي صلى الله عليه وسلم، وتنقيص النبي كفر. قال ابن كثير عند تفسير قوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. قال وقد أجمع العلماء رحمه الله تعالى قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في الآية فإنه كافر لأنه معاند للقرآن. وساق اللالكائي بسنده أن الحسن بن زيد لما ذكر رجل بحضرته عائشة بذكر قبيح من الفاحشة فأمر بضرب عنقه، فقال له العلويون هذا رجل من شيعتنا، فقال معاذ الله هذا رجل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فإن كانت عائشة رضي الله عنها خبيثة فالنبي صلى الله عليه وسلم خبيث، فهو كافر، فاضربوا عنقه، فضربوا عنقه. أخي المسلم، إن سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم يستلزم تضليل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويتضمن أن هذه الأمة شر الأمم، وأن سابقي هذه الأمة شرارها وكفر، ومن قال بمثل هذا فهو كافر بدين الإسلام. اللهم ارزقنا حبك وحب دينك وكتابك ونبيك صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.